بغيت نقول المقابله ديال الماس اخويا، الماس ما كانش في التيران، يمكن الناس كانت واقفه علينا في هذا الماتش هذا. شكوى الله بداك المدرب، شكوى الله بالجناتي، والو ميت، شهاب ما دار والو هذا النهار، خرج علينا مالو. تنطلب وداك فاتي تا هو يمشي بحاله، والجناتي يمشي بحاله. اكرم كان مازال ماسنا منين ضمن راسو في الماس خرج علينا. كلهم شكوى الله بهم، وهذا الماتش خصوص ما بغيناش نخسروه مع هادو، خصوص مع هادو ضعاف. المغرب الفاسي ما كانش شي فرقه كي بحالو، فهمتي؟ انا باش نبين لك، حيت الفرق كلهم تيخافوا من المغرب الفاسي. وشي باش نزيد نقول لك واحد القضيه، شي المغرب الفاسي خصهم مدرب يكون كي بحال رشيد الطاوسي، فهمتي؟ رشيد الطاوسي دا 3 د الكيسان، دا سوبر كاس، دا كاس العرش، دا كاس افريقيا. واش فهمتيني؟ انا تنبغي المغرب الفاسي يحيدوا هاد المدرب هذا، ويحيدوا واحد الجواره هما اللي مخسرين اللعب. فاس شتي منين مشاو الدراري ديال فاس، الدراري الاصليين ديال فاس، ما بقاتش الكره كاينه في فاس. كانش انا جاي من العيون، من بوجدور، مدينه بوجدور، باش نتفرج في هذا الماتش اللي كيمثل ومدينه كبيره بحال فاس فيها فرقه بحال هذه. هذا لا يشرف مدينه فاس، لان مدينه فاس مدينه عريقه وعندها مدينه كتكسر دوزيام في المغرب، مدينه كبيره عندها فرقه بحال هذه. هذا لا يشرف مدينه فاس. اكرم الروماني يمشي يجلس بحال يتعلم بزاف، عندنا فرقه كبيره الماس، راه مدينه كبيره، ماشي باش غادي تجي باش تدرب فرقه في مستوى ديال الماس. عندها جمهور كبير، لان فاس عندها جمهور كبير، راه ماشي الجمهور اللي كتشوف في التيران، الجمهور اللي في انحاء العالم المعموره كامله وفي المغرب. انا شخصيا من بوجدور كنشجع الماس، وعندي دابا عندي جوج محلات ضرب فيهم تيفويات ديال الماس كبارين، ولكن الماس كيخصها مدرب كبير ولاعيبيه كبار، لان فرقه كبيره. راه الماس، راه حنا كنقولوا الماس 1946 الشريف، راه ما كنهضروش حنايا بالعاطفه، كنهضروا بالمنطق. المنطق اللي كيخصو يكون في مدينه فاس، وهو خص الناس ديال فاس يتهزوا يشوفوا فرقه. فين هما اللي كيعطيو دوك الناس اللي كيعطيو الدعم لفاس؟ فاس من عاد بن زاكور بن الخياط، شوف فين هما دوك الناس هادو. اي واحد كيجي كيعطيك مقترحات باش يخدم على راسو، هذه راه غير هضره ديال التجاره هذه، فهمتي؟ واش غادي يجي يقول لك انا دابا في نظرك استاذ انت، واش غادي يجي اكرم غادي يقول لك انا نلعب على غادي تمشي بحاله. الناس كيجيو للماس ولا بحال شي بقره حالوب، خصو يمص، فهمتيني؟ خصو يمص، يدير فط باش يدير ديك اللعيبه ديال يدبر على راسو على وليدات. الله يسهل عليه. ولد بلادنا اكرم الروماني وما عطى الكثير للمغرب الفاسي والمنتخب وكذا، ولكن ماشي من المستوى ديال غادي يكون مدرب، فهمتيني؟ المغرب الفاسي هذا الصراحه هذه يطلع راه خويا اكرم وصاحبي وكذا، بغى يطلع له الدم المغرب الفاسي هذا النهار شوف، ماشي نقول لك ما عجبنيش، عجبني، ولكن لو كل لعب فريق المغرب الفاسي لا كونديسيون فيزيك راه يربح. شوف السي عبد اللطيف جريندو، راه عبد اللطيف جريندو لعب على النادي المكناسي، لعبهم على الكونديسيون اللياقه البدنيه. المغرب الفاسي راه لا خوف عليها، راه المغرب الفاسي راه ربحات. شوف عاد شنو ربحات الوداد البيضاوي، راه عمر المغرب الفاسي ما ربحات الوداد ب4، وانا كنعقل حياتي كل كره. المغرب الفاسي باش تربح 4-1 راه ماشي سهله. المغرب الفاسي راه مازال اكرم الروماني مازال شاب، مازال عنده الخير ان شاء الله، يخليوه يخدم، راه يخدم اكرم الروماني، راه مازال عنده الخير، يجيبوا له اللاعبين وان شاء الله ما يكون الخير. لا خوف على المغرب الفاسي ان شاء الله، وكنتمنى لهم الخير ان شاء الله. واش المغرب الفاسي ما يحاول ما يضغطش على هذا المدرب هذا. حشومه مدينه فاس تولي بهذه المساله هذه. حنا نهضروا على المدربين بحال هكا، المدرب راه بالمحل ديالو، وحنا وفاويين داخلين المغرب الفاسي، كنبغيو حتى حنا الماس حنا ولاد فاس، وكنتمناو ان شاء الله المغرب الفاسي تمشي لقدام ان شاء الله. المغرب الفاسي ان شاء الله لا خوف عليها، ويخليو هذا اكرم روماني يخدم على راسو، وان شاء الله ما يكون غير خير. بالنسبه للاستاذ الكوديم كانت قويه، علاش؟ الكوديم لعبات الكونديسيون فيزيك، لعبات على اللياقه البدنيه، لحقاش المدرب عبد اللطيف جريندو كيلعب على اللياقه البدنيه. هو راه لاعب كبير، راه لعب مع الرجاء المنتخب الوطني، فريق لاعب كبير، ولكن حتى المغرب الفاسي لو كانت لعبات حتى هي الكونديسيون فيزيك غادي تلعب على الكونتر اتاك، راه غادي تربح المغرب الفاسي، ما لعباش على لي كونتر اتاك ولا استاذ. ولكن المغرب الفاسي راه ديما المغرب الفاسي راه فريق كبير، جماعه الدورة المغرب الفاسي راه فريق كبير. دا ثلاثيه فريق المغرب الفاسي دا منه اللاعبين الكبار، المنتخب الوطني راه كالزهراوي، فهمتيني؟
فريق المغرب الفاسي فريق كبير. راه شوف كان المنتخب الوطني راه من ديال 76 راه كلهم لا حميد الزاز لا الزراوي لا رضوان الجزار لا اللاعبين الكبار لا حميد الزاز كلهم لا السليماني وسي حميد الخراق هادو كلهم فريق المغرب الفاسي فريق كبير. والفريق المغرب المغرب ان شاء الله مازال ان شاء الله تعطي ان شاء الله. المغرب الفاسي فريق محبوب، فريق اللي كنبغيوه كاملين. الحمد لله عندنا فريق اللي هو ماس، وعندنا مجموعه اللي هي الفطر تيقرت الحمد لله عليها. حنايا كجماهير تحت اللواء المجموعه كنساندوا الفريق ديالنا. بمرور اللقاء اللي الكل شافوا اداء صراحه لا مخجل، اداء كارثي، نتيجه ثقيله في عقر الديار. جيرين ضعف كيدير يربح. واحد الرساله ما فادوها، اللاعبين اللي طرطقوا لنا الماتش راهم مبينين، واللاعبيه اللي كيلعبوا علينا الدكاكه راهم مبينين، والخطط ديالكم مكشوفه وغادي نطرقوا لها ان شاء الله في المواقع ديالنا. لان هادشي هذا ما غاديش يدوز غير هكاك، لان حنا عارفين شكون اللي داير الرويضه وعارفين شكون اللي كيدير الرويضه في هذا. المغرب الفاسي فريق كبير، عنده قاعده جماهيريه كبيره، يمرض ولا يموت بالجماهير ديالو بالرجالات ديالو، وهذا الشيء اللي عطاه الله اخويا.